أهلا بيكم في أفكار وصفات مع روني. لو عندك لفة جلاش هتقدري تعملي بيها حاجة حلوة سهلة وسريعة. هنجيب طاسة ندهنها بالسمنة كويس، وهجيب لفة الجلاش هبتدي أحط ورقة ورقة من الجلاش وأدهنها كويس قوي بالسمنة، وأحط نصها جوه الطاسة والباقي من بره بنفس الطريقة كده. هكرر العملية دي على حسب سمك الجلاش انتوا عاوزينه قد ايه. أنا عملت لفة جلاش على فطرتين. طبعا السمك على حسب ما انتوا عاوزينه. بعد ما حطيت الجلاش هبتدي احط في النص جوز هند سوداني اي مكسرات عندكم. وبعد كده اخر ورقه حطيتها هي اول ورقه هبتدي اتنيها لجوه بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده، وهدهن من كل طبقه طبعا بتنيها عليها، بحط السمنه وبدهنها بالفرشه كويس قوي. هفضل اكرر الطريقه دي لحد ما بخلص كل ورقه جلاش عندي بالشكل ده. بقفل كويس قوي وادهن السمنه كويس، وبعد كده بطبقها كويس بالشكل ده وادهن السمنة قوي. بتني الجناب كويس برضو وبدهنها بالسمنة. احطها على النار، كل وش بياخد 3 دقايق بس على نار اقل من المتوسطة. هتطلع معاكم مورق وجميل جدا. في الوقت ده اكون محضرة نص كوباية لبن او كوباية الا ربع على حسب كمية اللبن اللي بتحبوها قد ايه، واحط فيها معلقتين او 3 من السكر ادوبهم كويس. وبعد كده احطها على الجلاش بالشكل ده. الجلاش سخن هيبتدي يشرب اللبن كله. ادي دي النتيجة جميلة قد ايه وطرية وجميلة قوي. عايزين تزودوا اللبن براحتكم. اتمنى الوصفة تعجبكم، ولو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير ومتابعة.